معايا دلوقتي يا جماعة شاب زي الفل، شاب محترم جدا اسمه سلمان. هنسأله كده عن الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. أحلامك إيه؟ أو حلمك اللي أنت عايز تحققه، حلم الطفولة بتاعك إيه؟ وهو هيقول لنا دلوقتي. نفسي اخش كليه كويسه محترمه. زي إيه؟ هندسه. انا في ثالثه طيب. ثانوي عام. حلو جدا، ربنا يعينك يا رب. علم رياضه. حلو، عايز تخش هندسة ليه بقى؟ علشان انا بابايا مهندس وبشوفه يعني وهو بيظبط والعماير وكده، فانا عايز اطلع زيه تمام. وحبيت الحاجه دي. حلو جدا، أنت شايف إن دي مهنة كويسة هتفيد الناس؟ اه طبعا. تمام، حلو جدا. طيب حلمك بقى ايه بعد ما تشتغل الشغل ده؟ عايز تحقق منه ايه؟ عايز تشتغل مثلا تمسك مكان كويس، تشتغل في حتة كويسة، تمسك فلوس، تركب عربية، تعمل ايه؟ وهل ده الاهم عندك ولا الشغل نفسه؟ لا، اللي انت الشغل تفيد اهم الناس؟ عندي وافيد الناس. طب حلو جدا، وبعدين عايز توصل ليه بقى؟ انت عايز ابقى مكانه كبيره يعني وابقى في شغل كويس. تمام، وده عشان تعمله محتاج تعمل ايه؟ ابقى اجتهد في شغلي حلو جدا. في دراستي. الراجل ده يا جماعة راجل محترم، فوصلنا لحاجة وأهله مربيينه تربية كويسة وتربية هادفة إن هو يوصل لحاجة كويسة. في ناس بقى زي ما احنا اتكلمنا كده بيحط في دماغ ابنه أو بنته أو أيا كان إن أهم حاجة إن اللي قدامك ده الفلوس، شاطر، العربية، الموبايل، الفلوس، الكلام ده، المظهر. مش هقول لك إن أنت المنظر والمظهر مش مهم، إن أنت تبقى لابس كويس وإن أنت تبقى بتتعامل باحترام دي مش حاجة وحشة، بس في نفس الوقت الأهم من كل ده ان انت تجتهد وان انت تبقى عارف ان القيمه اللي انت بتقدمها للناس دي اهم من اي حاجه. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عايزين بقى اللايك الجامد قوي والشير القوي والاشتراك في القناه. طيب النهارده هنتكلم عن احلام الطفوله، وهل احلام الطفوله دي كويسه ولا مش كويسه؟ طيب هي ايه احلام الطفوله اصلا؟ وكل واحد فينا عنده حلم من احلام الطفوله، هل هو حققه ولا ما حققوش؟ وهل الحلم ده بيبسطه يديله سعاده ولا حاجه بتكئبه ولا حاجه بتخلي عليه ضغط عصبي؟ طيب واحنا صغيرين اول ما اهالينا بنبتدي نوعى قدامهم ونبتدي ناخد بالنا كده وعايزين يشجعونا وينشطونا ويخلونا نهتم بدراستنا والمذاكره والكلام ده كله، يبتدي كل واحد فيهم يحقق حلمه فيك. ازاي؟ يبتدي كل واحد شايف مثل معين لانسان معين قدامه في شغله معينه فيبتدي يلفت نظرك ليه. بص الدكتور كذا كذا جارنا وصل لايه، بص عامل ايه، بص شغله عامل ازاي، بص راجل محترم ازاي، بص الناس بتحبه ازاي، بص كذا. الضابط هيقولوا، اللي بيحب الضباط هيقول الضابط، اللي بيحب المهندس هيقول المهندس، اللي بيحب المحامي هيقول المحامي، كل اللي بيحب المدرس هيقول المدرس. كل واحد هيبتدي يلفت نظر ابنه للحاجة اللي هو بيحبها أو اللي كان نفسه يحققها، أو في الوقت بتاعك وانت صغير كانت ليها مستقبل أو كان كويسة. ويبتدي بقى كل واحد فيهم يقول لك بقى ويلفت نظرك، وده الخطر الكبير. مش فكرة ان انا اوريك الدكتور شاطر ازاي ولا المدرس شاطر ازاي ولا الناس بتحب الدكتور ازاي والمدرس ازاي ولا الضابط ليه برستيج ازاي، لا. يبتدي يلفت نظرك للحاجات المادية، زي بص الدكتور بيكسب ايه، بص معاه ايه، بص الضابط راكب عربية ايه، بص المهندس راكب عربية ايه، بص ساكن فين، بص معاه موبايل ايه، بص بيلبس ازاي، بص اتجوز منين، بص 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 بص. فتبتدي طفل وانت صغير كده يبتدي خلاص بيبتدي يبلور بقى، يبلور ايه الحاجه اللي انت وريتها له واللي انت حطيتها في دماغه، وتبتدي تبقى دي احلام الطفوله. طيب المشكله الكبيره بقى في احلام الطفوله دي ان هي ما بتركزش على الحاجات العينيه، ما بتركزش على الحاجات اللي هي تقديريه زي مهندس، زي ضابط، زي دكتور، زي مستقبل. لا، هي ما بتبصش لكده. سحر بقى احلام الطفوله ده بيركز على ايه؟ على الحاجات الماديه، زي العربيه، زي الموبايل، زي مكان السكن، ساكن فين، زي اتجوز منين، زي معاه ايه، زي كذا، زي. فيبتدي الحاجات الاهم
تبقى الحاجات الماديه مش التقديريه، مش فكره ان انا ابقى دكتور، لا، ولا فكره ان انا ابقى مهندس والناس تحبني والناس تقدرني والناس تبقى علاقتي بيهم كويس. ما بقولوش بص الدكتور بيتعامل ازاي، بص اخلاقه عامله ازاي، بص الضابط بيتعامل كويس جدا ازاي، بص المهندس بيتعامل ازاي. لا، انت بتلفت نظره لحاجات تعتبر وهميه وحاجات ماديه بس. فهو بالنسبه له خلاص حلم الطفوله عنده بيبقى الحاجات اللي عند الدكتور او عند المهندس او عند الضابط او عند الحاجه. انت لغيت فكره ان الراجل ده باخلاقه وبمجهوده وبشطارته تعب لغايه لما وصل اللي هو فيه. لا، انت خليته باصص على الحاجات الماديه بس، فيبتدي يكبر ويبتدي كل هدفه من الدراسه انه يبقى ضابط او مهندس او دكتور عشان الفلوس، عشان العربيه. ويكبر الطفل ده بغض النظر عن هو وصل لايه ولا اتخرج منين، احلامه ولا اشتغل ايه حتى، ولا هو كان نفسه في ايه وبعد كده اشتغل ايه. يبتدي يبقى اهم حاجه عنده ان هو يحقق احلام الطفوله وسحر احلام الطفوله، وبالذات احلام الطفوله الماديه، العربيه، الشقه، الموبايل، اللبس، الاماكن اللي بيخرج فيها، بيسافر يروح فين، بيصيف فين. يبتدي تبقى هي دي الحاجات الماديه، فيبتدي يشتغل ويشتغل قوي لما يكون شاطر او لما يكون مجتهد شاطر ده حلمه وعايز يحققه، ويبتدي يموت نفسه في الشغل ويبتدي يشتغل كذا شغلانه ويبتدي يعمل كل حاجه، مش عشان ينجح ولا عشان العمل عباده ولا عشان يوصل للمكانه التقديريه اللي هو عايزها. لا، يبتدي يعمل ده كله عشان يوصل ان هو يحقق الحاجات المادية، العربية والحاجات التانية. فيبتدي يشتغل، واول ما يوصل للعربية والحاجات دي كلها ويبقى وضعه المادي كويس، وعشان احنا مجتمع مادي ومجتمع اهم حاجة عندنا المظاهر والمناظر، نبتدي نشغل دماغنا بالحاجات اللي احنا عايزينها بس، بحاجات اللي احنا بنفكر فيها بس، لان هي دي الحاجات اللي بقت واضحة قدام كل الناس. ما بقاش الفكرة في ان كل واحد قدر يحقق ايه ولا اخلاقه ايه ولا عبادته لربنا ايه ولا نيته ايه، لا، قد ما انا ببص على المنظر بتاعه بقيت احدد الشخص واتعلم وان انا اعرف الشخص من شكله، من مظهره، من لبسه، من عربيته. فالفكرة عندنا دلوقتي ان احنا عايزين نغير ده، بس عشان تغير ده لازم تبتدي تغير في الشكل من الاول خالص، من وهم صغيرين، الاساس من وهو صغير تبتدي تغير الشكل ده. انا بقول الكلام ده مش للاطفال ولا للاب والام بس، انا بقول لكل واحد، عشان هو بيفضل شاغل دماغه بده، ولما يركب عربيه يدور على عربيه احسن، ولما يركب عربيه احسن يدور على عربيه تانية، ويبقى عنده عربيه والتانية والتالتة، عنده موبايل واثنين وثلاثه. انا عندي احسن موبايل ايفون، عندي احسن موبايل اندرويد، ويبتدي ده كله يبقى اللي شاغل دماغه. مش اللي شاغل دماغه الشغل اللي هو بيشتغله، لا، هو بينجح في شغله وبيعمل اكتر واكتر عشان يقدر يحقق المظهر اللي هو عايزه، عايز يوصل لحاجه معينه في الحته دي، ويفضل كده في كل حاجة، ويطبق نظرية 3 بتاعت ثروت اللي في مسلسل ونيس، ان انا بقارن نفسي بغيري وانا عايز ابقى عندي اكتر واحسن من غيري، وعايز اوصل للحاجة الاقوى والاكتر والحاجة اللي تخلي منظري اهم. ما بقاش الموضوع والفكرة في ان انا احسن ليه، لا، الفكرة عندي في ان انا احسن عشان المظهر، مش احسن عشان انا احسن ولا احسن بقرب ربنا ولا احسن بشغلي ولا احسن باخلاقي، لا، احسن بالمظهر. بقى انا عندي كام من كل حاجة، عندي كام. ويبتدي يفضل كده ويفضل كده ويشتغل ويعمل ويدور على المظهر والمنظر وكده لغاية لما يلاقي نفسه تعب، ولغاية لما يلاقي نفسه قدام حاجة من 2، يا اما خسر خسارة عينية مش مادية في أهله بقى، في بيته، في أولاده والكلام ده، يا إما خسر حياته، خسر العمر، مرة واحدة بقى تعبان ومرة واحدة بقى خلاص بيموت، وما عملش حاجة لدنيته، ما غيرش فكر أولاده، ما نماش فكر أولاده، ولا في نفس الوقت نمى فكره هو، ولا عمل اللي يفيده عند ربنا. كان كل اللي بيحارب عشانه احلام الطفوله. فيا جماعه ما تخليوش سحر احلام الطفوله ياثر عليكم، وما تخليش نفسك تتفاجئ ان انت خلاص رايح لربنا وانت ما عملتش حاجه. يا رب الفيديو يعجبكم،
وشيروه عشان يوصل لاكبر عدد من الناس عشان كلنا نستفيد. وفي فرق كبير بين تحقيق الهدف عشان العمل عباده، وبين تحقيق الهدف عشان انا عايز اوصل لحاجه تخدم الناس وتفيدها وتخليني انا بعد ما اموت ليا اسم قدام الناس وليا سمعه، وفي نفس الوقت ليا عمل ربنا يجازيني عليه. وفي فرق ان انت بتعمل كل ده لمجرد ان انت عايز المظهر والمنظر. اشوفكم على خير. اللايك العنيف والشير والاشتراك في القناه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.